السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رجعت لكم بوصفة طيبة كتير وسهلة كتير وبمكونات بسيطة. رح نسوي حلا الأمر الدين. أمر الدين كتير طيب ونافع بمكونات بسيطة. بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للأخير. خلينا نسميه بسم الله ونشوف الطريقة. بطنجرة صغيرة رح أضيف 150 جرام من أمر الدين وأضيف عليهم كاسين مي مغلية. أحركهم وأترك الطنجرة على الطرف لحتى نجهز خليط الحليب. هلا بطبق حطيت شوية حليب مثل ما انكم شايفين. رح كمان احط هيك طبقة من البسكويت. انا رح احط 3 طبقات بسكويت. كل ما بحط طبق بسكويت بضيف هيك فوقهم شوية حليب نسقيهم بالحليب. بطنجرة تانية رح اضيف 8 كاسات من الحليب. رح اضيف 8 معالق صغار من النشا. وكمان رح اضيف 8 معالق من السكر. ورح اضيف 4 معالق طحين. يعني هون عنا 8 كاسات حليب. لكل كاسة حليب معلقة صغيرة مليانة من النشا، معلقة صغيرة مليانة من الطحين، معلقة أكل سكر لكل كاسة حليب. لازم نطبق المكونات على البارد. هلا هيك بنحرك على السوا لحتى نتأكد انه ذوبنا السكر والنشا والطحين مع الحليب. بعدين بنرفع الطنجرة على الغاز. هلا هون بحط الحرارة بالبداية درجة عالية. بنضل منحرك ما بنوقف ابدا لحتى يسمك الخليط معنا. بس شفنا الخليط هيك صار يسمك شوي بنهدي الحرارة على الوسط. بنضل منحرك لوقت اللي هيك نشوف صار القوام حلو. بس سمك القوام معنا بنطفي الغاز وبضيف معلقة من الزبدة. بضل بحرك هيك بهالشكل لوقت اللي ندوب الزبدة. هلا فورا بصب الخليط وهو سخن فوق طبقات البسكويت. مثل ما قلنا جهزنا 3 طبقات من البسكويت سقيناهم بالحليب. هلا رح اضيف حلى الحليب فوق البسكويت. نعبي هيك الطبق على السوا وبنعيب فراغ بسيط بس لحتى نضيف بعدين امر الدين. هلا رح اترك الخليط انا على الطرف لحتى يبرد. هالاثناء رح احضر كمان خليط امر الدين. كمان بطبق رح اضيف نص كاسة مي. كمان رح اضيف معلقة من النشا، معلقة مليانة، معلقة اكل. وكمان رح اضيف معلقتين من السكر. رح احرك المكونات على السوا لحتى ندوب النشا والسكر مع المي. هلا هون حسب انتو الحلا اللي بتحبوه. اذا بتحبوا الحلا يكون حلاوته زيادة فيكم تضيفوا سكر اكتر. لا اذا بتحبوه شوي دلع فيكم تحطوا قد ما حطيت معلقتين من السكر. لانه كمان عنا امر الدين فيه حلا. هلا هون مثل ما شفتوا حطينا 150 جرام من أمر الدين وكاسين من المي المغلية. نقعناهم لمدة نص ساعة. هون شايفين داب معنا أمر الدين. ضلوا هيك حبات بسيطة حتى إذا ضلوا مو مشكلة بيعطونا نكهة أطيب بالحلى البارد. طبعا أنا هون مشغلة الحرارة تحت أمر الدين. بس بدأ يغلي أمر الدين معنا هيك بنزل الخليط السكر والنشا والمي. بنضل منحرك لوقت اللي هيك نوصل لقوام سميك وحلو. راح اضيف رشة صغيرة من ملون الطعام. طبعا هي حسب الرغبة بتحبوا تضيفوا او لا. انا بس لحتى هيك اعزز اللون شوي. بضل بحرك لوقت اللي هيك نظبط اللون على السوا. راح اضيف حلى الامر الدين فوق حلى الحليب. طبعا مثل ما شفتوا هون حليب تماسك معنا على السوا. هلا هون راح اضيف الامر الدين واترك كمان شغلة نص ساعة لحتى يبردوا معنا. بعدين راح ادخلهم على البراد كمان لمدة ساعة. وهيك بكونوا جاهزين معنا. شايفين بسم الله ما شاء الله هيك الالوان والشكل. وصدقوني الطعم كتير طلع طيب. بتمنى منكم تجربوا طريقتي وما راح تندموا بإذن الله. من فضلكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. السلام عليكم.